كشف تقرير صحفي عن موقف النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا لاعب الهلال السعودي من المشاركة في الكلاسيكو أمام اتحاد جدة بدوري روشن السعودي. ويستعد الهلال لمواجهة نظيره اتحاد جدة في قمة الجولة الخامسة من دوري روشن السعودي يوم الجمعة المقبل. ومن المقرر أن تنطلق مجريات اللقاء في تمام الساعة 9 مساء بتوقيت مصر والمملكة العربية السعودية. والجدير بالذكر أن الهلال تمكن من تحقيق الفوز ضد الاتفاق بهدفين دون مقابل ضمن منافسات الجولة الرابعة من دوري روشن السعودي. ويحتل الزعيم المركز الثالث من جدول ترتيب الدوري برصيد 10 نقاط من 3 انتصارات وتعادل وحيد. قال الصحفي برونو أندرادي النجم البرازيلي جاهزا للمشاركة بشكل طبيعي في مباراة اتحاد جدة بعد تعافيه من الإصابة. وشدد الصحفي إن المدرب البرتغالي خورخي جيسوس المدير الفني للزعيم سيشرك النجم البرازيلي في الكلاسيكو على الأقل في 45 دقيقة فقط. وكان قد تعاقد الزعيم هذا الصيف مع العديد من النجوم وهم ياسين بونو، الربيعي، كاليدو كوليبالي، حسان تمبكتي، روبن نيفيز، سافيتش، مالكوم دي أوليفيرا، نيمار دا سيلفا ومتروفيتش.